بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الليمون اللي احنا مخللينه من 5 ايام اهو. والله الليمون ده اهو من 5 ايام هناكل منه اهو يا جماعة. اهو الليمون ده من 5 ايام اهو هناكل منه النهاردة. والزيتون ده اللي قلنا هنخلله خليناه هناكل منه. حبيت اوريهولكوا برضو. ما عادش معانا 15 يوم واكلناه. شايفين الزيتونة؟ شايفين الزيتونة حلوة ازاي؟ والليمون ده الليمون ده ليمون امهاتنا اللي كانت بتخلله كده على طول. بنسلقه وناكله بعد 3-4 ايام بالكتير. بنحط له ميه وملح فقط، وكانوا حبه البركه والعصفر. بس انا زودت عليه الفلفل الاحمر، خد المراره بتاعته اهو اهو اهو. وادي الفلفل مقرمش اهو اهو. ده الليمون يمكن استوى قبل الفلفل، تاكلي منه على طول اهو. طعمه جميل جدا والمرار كله راح. دول كان 5 كيلو ليمون. حطيت لهم كيس ملح بأبو جنيه، وقرنين بكام قرن فلفل حمر اهو. دلوقتي احلى ليمون احلى ليمون. انا حبيت اخليهم اخلص الفيديو بعد ما خلصت، بعد ما الليمون هناكل منه. احلى ليمون والله اهو. احنا كنا بنحبه كده، الليمونه تبقى مستويه كده وحلوه وتاكليها اهي. بياخد غلوتين وتسيبيه في الميه اهو. الميه السخنه ياخد سواه اهو. البرطمان وكل الليمون ده اهو احنا اللي عملناه اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا احنا عملنا الليمون المخلل ده ازاي اهو. والزيتون ده اللي احنا عملناه قبلها حبيت برضو اوريهولكم اهو. احلى ليمون واحلى مخلل زيتون. وعايزاكم تشتركوا في القناه وتخشوا اهو. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده عندنا ليمون. الليمون الايام دي رخيص وحلو. انا هخلل الليمون ده زي امي ما كانت بتخلله. انا حطاه غسلته غسله كويسه وحطاه دلوقتي على النار هسلقه. بعد ما اسلقه كده هوريكم ان شاء الله هعمل فيه ايه. كده احنا معانا الليمون اخد كام غلوه اهو. انا هسيبه في الميه بتاعته كده وهطفي عليه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه لما يبرد. شايفين يا حبايبي الليمون بعد ما سلقته انا عايزه اعمله مخلل زي اللي كانت امي بتعمله. انا نشلته من الميه اللي انا سلقاه بيها، ودلوقتي هحط له ميه من الحنفيه اهي. ميه جديده هنقعه فيها. انا عايزه الليمون ده زي بتاعنا بتاع زمان اللي كنا بناكله اهو. عايزه كده الليمون بتاع امهاتنا اللي كانوا بيعملوه لنا وناكله. هيبقى جميل، طعمه جميل جدا اهو. انا اديته غلوتين وسبته في الميه السخنه. قفلت طفيت عليه النار وسبته في الميه. اول ما تسيبيه في الميه هيبتدي ياخد سواه في الميه كده. ما تطلعوهوش غير لما الميه تبرد. انا طلعته لما الميه بردت اهو. هحطه في ميه دلوقتي نضيفه تحت الحنفيه اهو. وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. حبايبي تعالى اوريكم الليمون بعد ما سلقته طبعا وسبته في الميه بتاعته اللي في السلق. بعد كده غيرته وقعدت اغير له الميه غيرت له الميه حوالي 3-4 مرات. شايفين يا حبايبي اهو. انا عايزه اعمله مخلل ليمون زي بتاع امهاتنا بتاع زمان. هو كنا بنخلله كده نسلقه وكان بيبقى طعمه جميل جدا. وعايزه اوريكم الزيتون اللي انا خللته. الزيتون اهو اللي انا قلت لكم هناكله بعد 15 يوم. احنا فعلا كلناه يمكن قبل ال15. شايفين الزيتونه حلوه ازاي وجميله اهي. زيتونه مستويه وصفرة عامله ازاي اهي. انا حبيت اوريكم الزيتون بتاعنا اللي احنا خللناه اهو. وهوريكم الليمون برضو زيتونه طالعه جميله وتحفه خالص 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 اهو. احلى زيتونه اهو. دلوقتي هنعمل الليمون بتاعنا زي ما عملنا كده الزيتون ووريناه لكم. هنعمل الليمون بتاعنا عن طريقه على طريقه امهاتنا اللي كانت بتعملها لنا اهو. هنحط
الليمون في البرطمان على طول كده. اهم حاجة نعمله مخلل سريع كده، وهيفضل معانا برضو. لو هيفضل برضو سريع، وهيفضل معاكي برضو طول السنة. هحطه في البرطمان وهرجع. انا حطيت الليمون اهو، وهحط الفلفل، كام قرن فلفل كده مع الليمون عشان يديلهم، هيشد المرارة منهم، هيديلهم طعم. دلوقتي عندي فلفل احمر، هجيب الخلاط وهاخد الفلفل الاحمر ده. بصوا يا حبايبي، انا اهو الشفشق بتاع الخلاط هحط فيه 5 قرون من الفلفل الاحمر، وهحط شويه ميه، وهحط كيس من ابو جنيه ده في الخلاط، هضربه مع الفلفل. هحط الكيس كله، ولو عايز ملح برضو هحط له. انا اهو ضربت الخلاط، ضربت الملح والفلفل في الخلاط اهو، وهحاول انزل كل كميه الملح اللي انا حطيتها اهو. هنا هحط حبه البركه اهو والعصفر، وعندي كام ليمونه هعصرهم على المكون ده. الليمون برضو بيديله طعم، الليمون لما تعصريه على الليمون المسلوق، ويخليه ما يربيش عفونه ولا يربي حاجه. زي ما انت عايزه، 3-4 ليمونات ونص معلقه كبيره كده من السكر. المكون ده كله قلبته على بعض اهو، وهحطه على الليمون بتاعنا. انا حطيت له كيس ملح بحاله اللي هو ابو جنيه. هنزل كل هحاول احط شويه ميه كمان اهو. خلال ايام هتاكلي من الليمون ده، خلال ايام هتاكلي منه اهو. احلى ليمون مخلل. احنا كانت والله امهاتنا يا دوب تحط الميه والملح، وكان حبه العصفر كده وحبه البركه. احنا بس ضفنا الفلفل اللي في الخلاط، لكن هو احنا عايزين ناكل حاجه اللي هي بتاعت امهاتنا. دلوقتي هغلفه هجيب كيس وهغطيه غطوه كويسه، وبعد كده ان شاء الله هوريه لكم خلال ايام هناكل منه. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناه اهو عشان يوصلكم كل جديد. احلى ليمون مخلل مع احلى زيتون عملناه على القناه. هتخش على القناه هتلاقي عملنا الزيتون ده اهو. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.